هذا أيضا يقول: لا يخفى عليكم ما يحصل في هذه البلاد من التغريب وبشكل قوي ومستمر، ومن آخر ما حصل إلزام المرأة بالبطاقة لمدة لا تتجاوز 7 سنوات، والعجيب والغريب سكوت العلماء خاصة الكبار. ما أدري هل الأخ هذا ومثله كثير من طلاب العلم هو يريد إذا فعل الكبار شيئا يحطون عنده خبر قبل ولا بعد في كل مسألة؟ يعني الجزم بالنفي ذا سكوت العلماء ما اسكتوا، والله ما اسكتوا، ومن سنين وهم يدافعون، لكن الله غالب على أمره. لكن إذا فرض وانتهى الموضوع ايش تبي يسوون الناس؟ الله المستعان. الإخوان، المدافعة في كل ما يخطر على بالكم موجودة، وما يحصل في البلد وما يدور فيه من كلام وكتابات وأفعال كلها تطرح في كل أسبوع مرتين يتداولها أهل العلم ويكتبون فيها ما يناسب. لكن المدافعة موجودة، ونسأل الله ينفع بالأسباب. ولا نقول أن المدافعة على مستوى الأحداث الموجودة، قد تضعف أحيانا، لكن مع ذلك موجودة. فالنفي أو الجزم بالسكوت في مثل هذا الكلام، نعم، هم لا يظهرون ذلك، حتى أن بعض أهل العلم يخفى عليهم مثل هذه المدافعة ويلوم المشايخ حتى من ينتسب إلى العلم. لكن مع ذلك العلماء كلهم درجوا من عقود على مناصحة ولي الأمر سر، ولا يخبرون أحد من باب أنه أدعى إلى الإخلاص وأبعد عن الإثارة. يقول: وجدنا بعض